بدءا من اليوم وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء حتى نهاية الصيف. طب ازاي الكلام ده ولسه في بعض المناطق النور بيقطع؟ تابع للنهاية لتعرف. أعلنت الحكومة وقف تخفيف الأحمال على جميع أنحاء الجمهورية بدءا من اليوم الأحد، ويأتي هذا القرار تنفيذا لإعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وكان قد قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن الساعة 7 أمس هو آخر انقطاع للتيار الكهربائي، ثم لن يكون هناك تخفيف للأحمال حتى نهاية الصيف كما وعد رئيس الوزراء. وذكر خلال مداخلة هاتفية أن هذا نتيجة تنسيق كبير واهتمام بتحقيق ما تم الوعد به، موضحا إنه قبل نهاية هذا العام سينتهي تخفيف الأحمال نهائيا، والجميع يتابع المجهودات التي تتم بين وزراء الكهرباء والبترول بمتابعة رئيس الوزراء. ونكشف لكم سبب استمرار انقطاع التيار. كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة سبب استمرار انقطاع التيار في بعض مناطق الجمهورية. وأكد متحدث الكهرباء في تصريح خاص أن انقطاعات الكهرباء رغم قرار وقف تخفيف الأحمال إلا أنه بسبب وجود إصلاحات في بعض المناطق تأخرت مع تنفيذ خطة تخفيف الأحمال. وتابعونا ليصلكم كل ما هو جديد. كان معكم بسمة مجدي.